هو لو في حد يستحق الاعتذار له فأنا باعتذر لأسرة الرئيس حسني مبارك، يا ريتني نزلت ودافعت عن مبارك لكن للأسف ما حصلش، لا دافعت ولا كنت مع الثورة وخدت موقف محايد، هذا الرجل لم أرى منه هو وأبنائه إلا كل خير، وأي حد يقول إنهم كانوا بيتدخلوا في الكورة هو ما يعرفش الحقيقة، لأن ده لم يحدث نهائي، ولو اتطلب مني الاعتذار لأحد فأنا باعتذر لأسرة الرئيس حسني مبارك. أنا زمان كنت عملت حلقة لا تليق بأسرة الرئيس حسني مبارك، وبعدها اكتشفت إن غلط، وطلبت من جمال وعلاء الاعتذار لهم وقبلوا الاعتذار جدًا بكل صراحة ووضوح، وبقينا صافية لبن، وكل اللي أخطأت في حقهم اعتذرت لهم، ولا أكابر في الخطأ. أنا كل ما أفتكر الحلقة اللي عملتها أتضايق جدًا وأزعل من جوايا. الكلام ده قاله الكابتن أحمد شوبير وناس كتير مستغربة هو ليه بيقول الكلام ده في التوقيت الحالي، لكن أنا في الحقيقة مش مستغرب منه ولا حاجة، لأنه من كام يوم طلع في قناة النادي الأهلي وأشاد بإعلان النادي الأهلي ودافع وبشدة عن الكابتن محمد أبو تريكة، واعترف إن الفيديوهات القديمة اللي كان بيهاجم فيها أبو تريكة كانت غلط، وكمان هاجم الناس اللي بتهاجم إعلان النادي الأهلي والكابتن أبو تريكة وعمل بلبلة. علشان كده صدر قرار من صاحب القرار بإيقاف البرنامج بتاعه لمدة أسبوعين ودفع غرامة مالية كبيرة. يسكت شوبير بعد القرار؟ لأ، يطلع أمس ويقول الكلام ده. علشان كده أنا تهت وسألت عم فهيم هو ليه شوبير بيعمل كده في التوقيت الحالي؟ رد عليا وقال لي لو شوبير من جواه بيطلع ويعترف بالخطأ ويراجع نفسه دي حاجة تخليه يكبر في عيوننا، لكن أنا خايف إنه يكون قرأ كتاب سيكولوجية الجماهير اللي كتبه عالم علم النفس الاجتماعي الفرنسي جوستاف لوبون، بس أكيد هو قرأ النسخة العربية وبيطبق اللي مكتوب في الكتاب. قلت له هو إيه اللي مكتوب في الكتاب؟ قال لي باختصار الكتاب بيقول لك خالف تعرف وتكون موجود دايما في المشهد، يعني تقول كلام وعكسه، تشوف ايه اللي يستفز الناس وتقوله علشان تفضل دايما ترند. خد بالك في قادة كبار بيعملوا باللي في الكتاب زي الرئيس ترامب والمحترم المستشار مرتضى منصور، بيكون هدفهم من الظهور الإعلامي تعليقات أكتر ومتابعين بالملايين. قلت له بس ده غلط، هو مش ده اللي درسناه في كلية الإعلام؟ قال لي ما هو علشان كده محدش بيشوف المحتوى الهادف بتاعك ده غير 15 نفر. فكر فيها.